السلام عليكم. في عام 1997 من بعد ما رجع ستيف جوب لابل كانت الشركة في أسوأ حالاتها، بحيث نزلات المبيعات ديالها لأكثر من 30%. أول حاجة دار ستيف هي يشوف منتجات الشركة، ولقى بلي ابل في ديك الساعة كانت كتصاوب بزاف ديال لي فيرسيون من نفس البرودوي. في اجتماعه مع مدراء الشركة غادي يطرح عليهم سؤال بسيط: من بين لي برودوي اللي كنصاوبوا اين واحد فيهم ممكن نصح بيه اي واحد من الاصدقاء ديالي؟ من بعد ما لقاش اجابات مقنعه، ستيف جوب غادي إليميني نسبه كبيره من منتجات الشركه، بحيث من 350 ابل غادي تولي مركزه غير على 10 ديال لي برودوي. في نفس العام في واحد لا كونفيرونس ستيف جوب غادي يقول قولته المشهوره في التركيز، وهي: الناس كيسحب اليوم باللي التركيز هو انك تقول لاي فرصه جاتك، وهذا المعنى ماشي صحيح. التركيز هو انك تقول لا ل1000 فكره مزيانه وتختار منها غير ليسونسيال. بهذه الطريقه تمكن ستيف جوب ماشي غير يرد ابل مكانتها، ولكن يغير العالم في ظل منتجات بحال الاي ماك، الاي بوك والايفون، حيث يقدر يركز غير على ليسونسيال. اذا كيفاش ممكن تحدد الاشياء المهمه في حياتك وتركز عليها وما تبقاش ضايع ما بين الاشياء الثانويه والغير مهمه؟ هذا السؤال بالاضافه لاسئله اخرى هما اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم من خلال القراءه المختصره لكتاب إيسونسياليزم. السر في نجاح ستيف جوب ما كانش فقط انه حيت قدر يحدد الاشياء المهمه ويركز عليها، ولكن حيت تمكن يليميني حتى الحوايج الثانويه والغير مهمه، باش تعطيه مساحه فين يقدر يركز غير على ليسونسيال. باش تفهم مزيان هذه الفكره خلينا ناخذ المثال التالي. تخيل معايا الا عندك واحد الماريو وعامر بالحوايج، في الحوايج اللي عزيز عليك تلبس، الحوايج اللي كتلبس مره، والحوايج اللي ما عمرك لبستي وما قدرتيش تخلى عليهم. عاده ملي كتحل داك الماريو كتبقى تفكر بزاف غير باش تحدد اشنو غادي تلبس داك النهار. علاش؟ لانه يا اما عامر يا اما مرون. تخيل معايا الا قدرتي دير وقفه مع داك الماريو وحيدتي منه الحوايج اللي ما عمرك غادي تلبس، وخديتي قرار تجاه الحوايج اللي كتلبس مره، اشنو غادي يبقى؟ غادي يبقاو غير الحوايج اللي ممكن تلبسهم. في هذه الحاله المره الجايه الا حليتي الماريو ما غاديش تحير بزاف باش تختار اشنو غادي تلبس. ماشي هذا فقط، ولكن غادي تلقى راسك درتي مساحه كبيره فين ممكن تزيد اكثر من الحوايج اللي عزيز عليك تلبس. نفس الشكل كيوقع في حياتنا اليوميه، حيت الا دققتي فيها مزيان غادي تلقاها عامره ومرونه، حيت من غير الحوايج المهمه واللي عارف راسك الا قدرتي تركز عليها ممكن تعطيك نتائج استثنائيه، كاين الحوايج الثانويه اللي سيفري كيبانوا لك مزيان الا قدرتي ديرهم، ولكن في ديك اللحظه ماشي افضل حاجه كان خاصك تركز عليها. عاد زيد عليهم الحوايج التافهه والغير المهمه اللي غير كتضيع لك الوقت ديالك والجهد ديالك بلا فايده. الا قدرتي تحيد هاد الحوايج الغير مهمه وخديتي قرار تجاه الحوايج الثانويه، غادي تلقى راسك في الاخر درتي واحد المساحه كبيره فين ممكن تركز غير على الحوايج المهمه في حياتك. المشكل اللي عندنا ماشي في قله الفرص او قله الافكار المزيانه، ولكن في قله التركيز، الشيء اللي كيعطي قله النتائج. حيت شنو هو الفرق ما بين ليسونسياليس يعني الانسان اللي كيركز على الاشياء المهمه وما بين نو ايسونسياليس؟ قالك نو ايسونسياليس اشنو كيدير؟ كيشد الوقت ديالو والجهد ديالو كيقسمو على بزاف ديال الحوايج، والنتيجه سيفري كيبان لك كيزيد خطوه هنا ولا لهيه، ولكن راهم في بزاف ديال الاتجاهات. في حين انه ليسونسياليس كيركز غير على الحاجه المهمه اللي عنده في ديك اللحظه وكيتخلى على الشيء الاخر، والنتيجه انه ممكن يحقق فيها نتائج استثنائيه ويمشي فيها لابعد نقطه ممكنه. هذا علاش خاصك تكون ايسونسياليس في طريقه التعامل ديالك مع المهام والافكار والفرص اللي كتجيك في الحياه. اذا السؤال اللي كيتطرح هو كيفاش ممكن تكون ايسونسياليس؟ بالنسبه للكاتب ليسونسياليس عنده القدره على الاختيار. علاش؟ بعض الخطرات كتكون عارف بالضبط اشنو خاصك دير وشنو هي اهم حاجه عندك وكتخلى عليها وتمشي تلبي طلبات الغير او لا دير شي حاجه اخرى غير مهمه. حيت فقدنا القدره على الاختيار مكثرت ما كتسبق الاشياء الثانويه والغير المهمه على اهم حاجه عندك. هذا علاش ليسونسياليست كيعرف يختار اشنو غادي يدير، وعارف باللي في اللحظه ملي غادي يفقد فيها القدره على الاختيار راه اوتوماتيكمون كيعطي فرصه او لا رخصه للاخرين باش يختاروا ليه في بلاصتو. ليسونسياليست عارف باللي كاينه اشياء قليله هي اللي مهمه والشيء الاخر ثانوي وغير مهم.
بحكم العصر اللي عايشين فيه وبكثرة المغريات اللي فيه كتبغي دير كل شيء ويكون عندك كل شيء، الشيء اللي كيخليك تاخذ كل شيء بنفس القدر من الأهمية، وهذا ماشي صحيح. علاش؟ لانه حسب قانون باريتو كيقول لك باللي يلا 20% من الجهد هي اللي ممكن تعطيك 80% ديال النتائج. هذا كيعني باللي يلا نسبة قليلة من داكشي اللي كدير هو اللي ممكن يعطيك النتائج اللي بغيتي. هذا علاش ليسونسياليست عارف باللي كاع المهام والفرص اللي كتجي في الحياة غير مهمة، ويلا نسبة قليلة منها هي اللي مهمة، في حين انه نو ايسونسياليست واخد كاع المهام والفرص بنفس القدر من الأهمية. ليسونسياليست عنده مساحة فين يفكر، من كتر الجرا ومشاغل الحياة ما بقيتيش كتلقى حتى الوقت فين تريح مع راسك وتشوف اشنو كدير، فين غادي وفين وصلتي. إسحاق نيوتن ملي سولوه كيفاش حتى اكتشفتي قانون الجاذبية قال لهم باللي بقيت كنفكر في الموضوع بشكل متواصل. وسيفري نيوتن غادي يدوز عامين وهو مركز غير على هذه الفكرة حتى خرج للعالم القوانين الأساسية للفيزياء. علاش؟ لأنه حيت قدر يخلق الراسو مساحة زمنية فين ممكن يفكر. هو ما مطلوبش منك انك تريح عامين وانت كتفكر في شي موضوع، ولكن على الأقل كل مرة في السيمانة دير وقفة مع راسك وتشوف واش راك فريمون خدام على شي حاجة مهمة أو لا غير كتضيع في وقتك. ليسونسياليست كيكتب في مذكراته اليومية. شحال من مرة كتلقى راسك دايخ وما كتعرف ما دير من كثرة الأفكار اللي في راسك، حتى ما كتعرف لا باش تبدا ولا باش تاخر. تخيل معايا لا قدرتي تخوي عقلك وتحط قدامك كاع الأفكار اللي شاغلك، واش ما غاديش تعرف تتعامل معها؟ كنظن ممكن. علاش؟ لأنه غادا تبان لك الصورة المكبرة وغادا توضح لك الرؤية، وفي ديك اللحظة ممكن تعرف اشنو غادي دير ومنين ممكن تبدا. وهذا هو الدور الأساسي ديال انك تكتب الأفكار ديالك في المذكرة. ملي كتحط الأفكار ديالك في ورقة كتخرج من حالة التفكير اللي كتكون غارق فيها وكتشوف الموضوع من زاوية أخرى. في هذه الحالة ممكن تفلتري هذه الأفكار وتختار منهم غير ليسونسيال، أو لا تبدا ترتبهم على حساب أولوياتك. وإلا كنتي كتواظب على هذه العملية بشكل يومي غادي تقدر تربط ما بين الأحداث اللي كتوقع لك. إذن الغرض الأساسي في الكتابة في المذكرة ديالك بشكل يومي هو أنك تخوي عقلك باش تلقى مساحة فين ممكن تركز غير على ليسونسيال. ليسونسياليست عنده وضوح في الرؤية. في دراسة دارت على شركات باش يشوفوا شنو هو التأثير اللي ممكن يكون على مردودية الخدامة في حالة كانوا عارفين شنو هي رؤية الشركة، ولقاو باللي الناس اللي خدامين في الشركات وما عارفينش أهداف الشركة كيخلقوا ريوسهم أهداف أخرى، بحيث كيولي لوبجيكتيف ديالو هو غير كيفاش يبان قدام الريسبونسابل ديالو باللي راه خدام وكيدير شي حاجة. في هذه الحالة عوض ما يساهم في تطوير ونجاح الشركة كيولي همه الوحيد هو غير كيفاش يدافع على الصورة ديالو داخل الشركة. نفس الشكل كيوقع في حياتنا الشخصية، بحيث إلا ما كنتيش عارف شنو هما أهدافك من الحياة وشنو باغي دير كتلقى راسك غير كتدافع على الصورة الاجتماعية ديالك وكيفاش كيشوفوك الآخرين. وفي هذه الحالة ممكن تخدم في شي خدمة اللي ما حاملهاش غير باش يقولوا راك خدام، أو لا تغرق راسك كريديات غير باش يقولوا راه عنده دار وطانوبين. هذا علاش ليسونسياليست عنده وضوح في الرؤية، حيت عارف شنو باغي يدير وفين غادي، وماشي غير كيضيع وقته وتالف ما بين الأشياء الثانوية والغير المهمة. كانت هذه إذن القراءة المختصرة لكتاب إيسونسياليزم، واللي تعلمنا من خلاله باللي راه ما كافيش انك تحدد الاشياء المهمة في حياتك وتخدم عليها، ولكن خاصك حتى تإليميني الاشياء الثانوية والغير المهمة اللي غير كتضيع لك الوقت ديالك والجهد ديالك باش تعطيك مساحة اكبر فين تقدر تركز غير على ليسونسيال.